السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من لابات الباكيت تريسر. والنهارده ان شاء الله اللاب رقم 2 الخاص بالانترفيس كونفيجريشن او اعدادات على الانترفيس. تعالوا كده ننزل اللاب رقم 2 مع بعض من موقع سيسكو الخاص بالباكيت تريسر. هنحمل اللاب وبعد كده نفتحه على الباكيت تريسر. تمام. كده اللاب اشتغل معانا. ده الدياجرام بتاع اللاب. تعال بقى نشوف هو طالب مننا ايه بالظبط. اول طلب معانا ان احنا نتوصل على سويتش رقم 0 او سويتش 0. هنستخدم الكونسول. بنعمل كونفيجريشن للفاست ايثرنت او يعني الانترفيس الموجوده على السويتش. نعمل عليها الاوامر دي ان هو يكون نوع البورت اكسس، والسبيد بيبقى 100 ميجا بت بير سكند، والدوبلكس مود يبقى فول دوبلكس. وطبعا اوتو نيجوشيشن ديسيبلد، او ان انا يعني ما خلوش ان هو يحصل فيه تفاوض، انه يحصل في تفاوض ما بين البورتين مع بعض. لا، انا هديله الامر انه يكون اكسس. تعالى كده نجرب مع بعض على الباكيت تريسر. سويتش 0 اللي هو السويتش ده. طبعا هنا الاجهزه واخده اي بيهات. هنا الجهاز ده الاي بي بتاعه 192.168.1.1، وهنا دوت 2، وهنا دوت 3، وهنا دوت 4. طبعا كل جهاز هنا متوصل بسويتش بالكونسول، وده بالكونسول، والجهاز رقم 1 ده متوصل بسويتش 0 بالكونسول. فاحنا هندخل بالجهاز ده. حتى لو احنا جينا دخلنا على السويتش على طول هيقول لك ده مش متاح. المفروض ندخل من جهاز المتوصل بالكونسول. تمام. هندخل على الديسكتوب، بعد كده التيرمينال. اوكي. كده احنا على السويتش دلوقتي عن طريق الكونسول. هنعمل enable، بعد كده config t. كده دخلنا على السويتش. هو طلب مننا ندخل على الانترفيس المتفعلة او المتوصلة بالاجهزة، اللي هي F0 على 1 و F0 على 2 و3 و4. هندخل على مثلا على انترفيس F0 على 1، ونقول له switch board mode access. ده اول امر اهو access، وبعد كده السبيد، بعد كده الدوبلكس. بعد كده نديله سبيد 100، وبعد كده الدوبلكس هيبقى فول. وندخل على الانترفيس التاني F0 على 2، نقول له switch board mode access، والسبيد 100، والدوبلكس فول. وبعد كده ندخل على الانترفيس رقم 3 ونقول له switch board mode access، والدوبلكس فول، والسبيد 100. الانترفيس رقم 4 F0 على 4 هنقول له switch board mode access، ونقول له دوبلكس فول، والسبيد 100. كده خلصنا اول سؤال معانا او اول طلب في اللاب. تاني طلب بيقول لك البي سي او الجهاز اللي هو 192.168.1.4 ده مش بيبنج على الاجهزه اللي في الشبكه، ويقول لي ان شوف اعدادات السويتش مالها. طيب تعال نشوف، نعمل ترابل شوت كده على السويتش ونشوف الجهاز ده مش راضي يبنج على الاجهزه ليه. تعال نتاكد الاول ان هو مش بيبنج. هو الجهاز ده دوت 4. ادخل على الجهاز على الديسكتوب ولا على السي ام دي، ونقول بنج عشان نبنج على الاجهزه التانية. 192.168.1. ممكن مثلا نبنج على دوت 1.1 ونشوف كده. هيديني request timed out، يعني رسالة سلبية، ومفيش رد، أو الرسالة أصلا ما بتوصلش للجهاز التاني. كده خلاص كل الباكت ما وصلتش. لوست 4 طبعا 100% لوس. طيب كده الجهاز رقم 4 ده مش بيبنج. تعال نشوف ايه المشكلة على السويتش. هندخل على السويتش ونعمل امر الشو. نعمل دو شو ران، نشوف كل الاعدادات على السويتش. اول حاجه الانترفيس F0 على 1 اهو اكسس دوبلكس فول دوبلكس، والسبيد بتاعته 100. ونفس النظام السويتش الانترفيس التاني والتالت والرابع. بس تعال نشوف بقى الانترفيس رقم 4 اللي هو اصلا متوصل بالجهاز اللي فيه المشكله. هنلاقي هنا في سويتش بورت اكسس فيلان 10، يعني هو موجود على فيلان 10، باقي الاجهزه مش موجودين على فيلان 10، او بمعنى اصح موجوده على فيلان 1 اللي هي الديفولت الموجوده على السويتش افتراضيا يعني. فكده في مشكله ان هو على فيلان 10، فاكيد مش هيشوفوا بعض. فلازم نخليه في فيلان 1 مع الاجهزه التانية عشان يقدروا يشوفوا بعض. فاذا هندخل على الانترفيس F0 على 4 ونقول له switch port access VLAN
1 ونعمل دو شو ران تاني، هنلاقي الأجهزة تمام، ورقم 4 خلاص اتشالت من الفيلان 10. وعلشان نتأكد برضو هنعمل حاجة اسمها هنعمل أمر الشو اللي هو دو شو فيلان، بيوريك كل الفيلان الموجودة. طبعا ادي فيلان 10 فيها جيجا 0/1، وهنا فيلان 1 فيها طبعا كل الانترفيس الموجودة، ادي 1 و2 و3 و4 و5 و6 وهكذا. وبس كده يقدر يبنج عادي جدا الجهاز ده. تعال نشوف كده نفتح الجهاز تاني ونبنج نفس البنج، هيديني رد بيقول لي ريبلاي فروم 192.168.1.1. ده كده ريبلاي او رساله ايجابيه ان الرساله اتبعتت. تعال نشوف كده احنا عملنا ترابل شوت بامر الشو. تعال نشوف الاوامر التانية او المطلوب مننا. في رقم 3 بيقول لي اختار الكابل المناسب او الصحيح علشان نوصل ما بين سويتش رقم 0 مع سويتش 1 وسويتش 1 بسويتش 2. طبعا هنوصل بس ما بين السويتشات، عاوز اوصل بين السويتش ده وده وده. طبعا السويتشات ممكن توصل بيها بكابل كروس اوفر لان هما الاجهزه شبه بعض، فبيقول لك جيجا ايثرنت 1/1، بس طبعا هنا مفيش 1/1، هنا في 0/1. هنوصل بهنا برضو بالتاني جيجا 0/1، وكابل برضو كروس اوفر هنا جيجا 0/2 جيجا ايثرنت 2. كده احنا وصلنا ما بينهم بكابل كروس اوفر تمام. هو عايز مني بقى configure those two link اللي احنا عملناهم as trunk lines without using trunk negotiation between switches. يعني هنفعل على الجيجا ايثرنت ده او الكابلين دول امر الترانك. ندخل على الباكيت تريسر وندخل على السويتش مثلا رقم 1 الاول نفعل عليه امر الترانك تمام، احنا واقفين عليه. هو المتوصل بينا او المتوصل بالسويتش التاني اللي هو جيجا ايثرنت 0/1، ونقول له سويتش بورت مود ترانك، ونروح على السويتش التاني طبعا عن طريق الجهاز المتصل بيه بالكونسول ديسكتوب تيرمينال. اوكي انيبل كونفيج تي انترفيس جيجا 0/1، ونقول له سويتش بورت مود ترانك، ونقول للانترفيس نو شت داون، ونروح على الانترفيس جيجا 0/2 ونقول له نو شت داون، ونقول له سويتش بورت مود ترانك، ونروح على السويتش رقم 3 اللي متوصل باللاب ده ونقول له برضو نفس الكلام enable config t interface جيجا 0/2 switch port mode trunk، ونقول له no shut down عشان يشتغل معانا. وتعالى نشوف كده على الباكيت تريسر. اول حاجه اللاب هنا اشتغل معانا اهو، التوصيلات كلها متوصله هنا فوق تمام كده نور اخضر معانا. تعالى بقى امر كده اخير عشان طبعا هو خلاص كده احنا خلصنا كل اللاب، بس في امر اخير كده علشان نعرف اوامر الشو اللي على الانترفيسز. يعني مثلا لو في امر بيوريك الانترفيس اللي هو يعني عليه متفاعل عليه الترانك مثلا زي دو شو انترفيس ترانك، بيجيب لك طبعا كل الانترفيس اللي معمول لها او خاصيتها ترانك يعني او النوع بتاعها ترانك. فجيجا 0/1 متفاعل عليه امر الترانك. وبرضه نفس الكلام لو جينا هنا على السويتش التاني قلنا دو شو انترفيس ترانك، هنلاقي برضو الجيجا 1 و2 اتفاعل عليهم امر الترانك. وبس كده احنا خلصنا اللاب رقم 2. اتمنى ان شاء الله يكونوا استفدتوا من اللاب ده، واشوفكم في اللاب رقم 3 ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامة.